شباب، ازيكم؟ ريفيو النهارده لاصحاب المزاج العالي قوي. اكيد طبعا محتاج للقهوه دي، محتاج كمان للقهوه دي. اظن كده انتوا فهمتوا احنا هنتكلم عن ايه النهارده. النهارده يا جماعه هنعمل انبوكسنج وريفيو كده لبعض المنتجات اللي جات لي من ميزون ابريزا. فريفيو النهارده محتاج ناس مصحصحه شويه، ممكن يبقى طويل عشان في حاجات جامده قوي قوي، فكمل ريفيو للاخر. ميزون ابريزا دار فرنسيه، مؤسسه البراند من اسره فرنسيه من اصول لبنانيه، فعندهم بزنس كبير جدا في العطور سواء في فرنسا او في اوروبا، في دول كتير جدا ودول في افريقيا برضو. بس اول مره ينزلوا مصر ونازلين بحاجه قويه جدا. الشركه تواصلت معايا عشان نعمل ريفيو للمنتج. انا بصراحه انبهرت جدا من الكواليتي بتاعه العطور. براند بيعتبر حاجه زي عطور النيش كده، مش زي العطور الديزاينر. النيش دي بتبقى من براندات او دار عطور متخصصه بس في العطور، لكن عطور الديزاينرز اللي هي زي ديور وشانيل والبراندات اللي انتوا عارفينها كلها دي اسمها عطور ديزاينرز بتاعت براندات عندها لاين لبس ولاين كل حاجه وشنط مثلا، وعندهم لاين بيرفيومز، فبيصنعوا بيرفيومز برضو بكميات كبيره جدا. لكن عطور النيش دي بتبقى شركات متخصصه بس في العطور، بتبقى افضل واوقات كتير بتبقى اغلى وحاجات كتير قوي. تاخد بقى بق من القهوه كده وتعالوا نشوف الحاجات اللي جت كده. يلا نعمل انبوكسنج مع بعض. زي ما انتم شايفين الباكج بصراحه بريميوم جدا جدا، مهتمين بكل التفاصيل. طبعا الباكجز دي بتبقى حلوه جدا في الهدايا، يعني هات هديه وانت مطمن. يعني انا طبعا هختصر وهقعد افتح ايه كده واشيل، بس هوريكم في الاخر العلبه. معلومه مهمه برضو احب اوضحها عن البرفيوم ده، الحاجات دي مش للديلي يوز يا جماعه. عطور النيش عامه بتبقى معموله عشان المناسبات والاستخدامات، ان انت تبقى معاك عطر مختلف تستخدمه في خروجه، في مناسبه، في ديت، في فرح، يبقى مختلف، مش عشان تستخدموه كل يوم. دي اسمها عنبر انتردن، دي اللاين بتاعها اللي هو الشرقي شويه من العنبر، وبعض المكونات التانية هحطها لكم هنا على السكرين برضو. اللاين ده انا بحبه عامه، فيها العنبر وخشب الصندل والحمضيات. ودي اودوريف، يعني هي حاجه زي الاودو برفيوم كده. ندخل بقى على ازازه تانية برضو الباكج خرافه. دي اسمها بابيلون فيلور اودو تواليت، ودي رجالي يا جماعه، بس عايز اقول لكم ان هم الازايز بتاعتهم ابريزا اللي هي الفاوندر بتاعت البراند بنت وفنانه، وهي حاطه التاتش بتاعها بزياده حتى في الازايز، تحس انها كلها حريمي بس هي رجالي. وانا بالفعل اتكلمت معاهم في النقطه دي وقلت لهم لا، الماركت في مصر هيحتاج ان الازايز دي تتظبط بطريقه مختلفه، وبالفعل هم هياخدوا ده في الاعتبار في الحاجات اللي جايه ان شاء الله. دي ريحتها رائعه، دي اللاين اللي انا بحبه اللي هو الجلود، وفيها خشب الكشمير والفانيليا. وفي حاجه تانية في اخر الريفيو انا سايبها للاخر، قالوا لي خلي بالك وانت بتعمل لها انبوكسنج وانت بتفتحها عشان ما يحصلهاش مشكله، فسبتها في اخر الريفيو خالص. استنى اكمل ريفيو للاخر عشان تشوفها. اما دي يا جماعه فهي فواحه من البورسلان للعربيه، الفواحه دي بتعمل ريحه حلوه جدا في العربيه وشكلها شيك كمان. لسه ما خلصناش الباكج، حاجات جامده قوي يا جماعه. بصوا دي ترافلر، دي مكتوب عليها فواياجير يعني ترافلر، انا طبعا الفرنساوي عندي ضايع من ايام المدرسه. دي جامده جدا، دي بقى عشان السفر وممكن تاخدها في الطياره مسموح بيها برضو. بتفتح كده وترش منها، جميله. دي برضو فيها برفيوم تاني، العطر ده اسمه بابيلون دي اور، وده عباره عن زهور العنبر والحمضيات وخشب الصندل. انا بحب الحاجات اللي فيها وود، واللاينز دي كلها انا بحبها جدا. بصوا انت كده بتحط الريفيل ده، تقدر تحط منه اي نوع، ممكن تجيب كذا ريفيل من عندهم ويبقى عندك دي تحطها وتاخدها معاك وانت مسافر، ممكن تاخد كذا واحده بدل ما تاخد الازايز الكبيره. لذيذه برضو وعمليه جدا جدا. ده نوع تاني، هي موجود عندهم كذا لون، ودي محطوط فيها برفيوم تاني مختلف برضو. دي ستوري بقى behind the brand اعتقد، وطبعا كلها بالفرنساوي، وانا الفرنساوي عندي بعافيه من ايام المدرسه. لو حد بقى بيعرف فرنساوي ممكن يبقى يقرا الكلام ده كويس. نيجي بقى لاخر حاجه قالوا لي خلي بالك عليها وانت بتفتحها عشان ما يحصلهاش اي مشكله، افتح بالراحه بقى كده. انا واخد بالي اهو من التعليمات. دي يا جماعه بقى عباره عن شمعه كلها من البورسلين، حاجه عاليه جدا ومطليه بميه الذهب عيار 24. الناس اللي بتحب الحاجات دي تعجبها قوي. انا كمان عندي واحده تانية من ماسيمو دوتي كانت جايه مع البرفيوم بتاعه، جميله، ودي كمان ريحتها حلوه جدا من غير ما تولع اصلا. احطها تاني في العلبه لغايه لما اخلص تصوير عشان ادور لها على مكان احطها فيه في المكتب. ورجعنا لكم بعد الريفيو الجامد ده. بشكر ميزون ابريزا على الباكج الهايله جدا اللي جات لي من عندهم، بجد هديه بريميوم قوي، ودي اقوى حاجه جات لي من ساعه ما بدات صناعه المحتوى. البرفيوم جامد جدا. انت شفتوا الاكسبيرينس بقى لنا قد ايه بنعمل انبوكسنج، كنت خايف قوي في موضوع الشمعه ده. تقييمي بقى للبراند، انتوا عارفين هو ده ريفيو في الاول وفي الاخر، اديلهم 9 من 10 بصراحه، وده عشان الباكجينج الازايز يعني نفسها، لكن الباكج عامه او العلب او كده لا بصراحه فظيعه. حتى الشنط اصلا
جامده جدا. كل حاجه جايه من فرنسا بالمناسبه، العلب والشنط وكل حاجه جايه، هم مفيش حاجه معموله هنا ولا جايه من هنا. الحاجه الوحيده بس هي الازايز تتغير، وهم بالفعل شغالين على ده في المصنع في فرنسا. هتبقى باكج مختلفه خالص، يعني ازايز مختلفه خالص. وعملوا لنا كمان كود خصم للناس اللي بتتابعني، سويسي 25. الخصم ده شغال من دلوقتي لحد بدايه شهر ابريل، يتاخد 25% على اي حاجه موجوده عندهم. تركوا لينك الويب سايت هنا وكود الخصم. كمان هيبقى شغال في الشو روم اللي هيفتحوها قريب، وهعلن عنها اقول لكم، عشان اي حد عايز يروح ويجرب بقى الانواع كلها ويشوف ايه اكتر لاين او اكتر حاجه هتعجبه. هقول لكم عنها لما يفتحوها ان شاء الله باذن الله، عشان هم عاملين مسابقه ما ينفعش نقول عليها دلوقتي. كنتوا تدخلوا عند المسابقه برضو وتخمنوا، ممكن حد منكم يكسب يعني. اشوفكم في ريفيو جديد. سلام.